أدعو كل جماهير شعبنا العظيم في كل المحافظات، في كل المديريات، في كل العزل، في كل الأحياء، في كل مكان، إلى أن يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والحرية من قبل هذه العناصر التي قامت بهذا العمل الغير مسؤول منذ 3 سنوات، وهي تعبث بمقدرات الشعب وتنهب المؤسسات وتقتحم المصالح الحكومية والوزارات، لا لشيء إلا لانتقام من الثورة والجمهورية، من النظام الجمهوري، من الثوار، من فجروا ثورة سبتمبر، ومن حققوا وحدة اليمن، ومن دافعوا عنها. انتقام من الثوار وثورة سبتمبر. فأدعو جماهير الشعب مرة أخرى إلى أن يتأدوا واجبهم، وأدعو القوات المسلحة والأمن أن لا تقبل أي تعليمات من قيادة أنصار الله في أي مرفق وفي أي مكان. القوات المسلحة والأمن وأجهزة الدولة بالكامل أن لا تنفذ أي تعليمات. نفذوا تعليمات المؤسسة العسكرية. يا جماهير شعبنا، انتفضوا لثورتكم وانتفضوا لوحدتكم من المهرة حتى ميدي، ومن باب المندب حتى صعصة. فأدعو كل جماهير شعبنا وأدعو كل القوى السياسية إلى الصفح، ونمد أيدينا لكل القوى السياسية في الداخل والخارج. يأتي للمؤسسات العسكرية والأمنية وكل جماهير شعبنا الصابر والصامد، أثبتوا وأوقفوا إطلاق النار في كل مكان. السلطة ملك للشعب، هو مصدرها ومالكها. خلال الفترة الانتقالية يحضر الشعب اليمني نفسه لاختيار قيادة جديدة ويتحمل مسؤولية نفسه، وتنتهي هذه الميليشيات الغير قانونية. حافظوا على أمنكم وعلى استقراركم. أكرر مرة أخرى تحياتي لصمود شعبنا الذي تحمل خلال هذه أكثر من 2.5 سنين